ازيكم؟ النهارده جايين مع حلقة جديدة من حكايتها بودكاست. وأنا الحكاية معانا سيدة على قدر ما هي صغيرة السن، ولكن اللي عملته كتير قوي واللي ضحت بيه كتير قوي برضو، ودخلت في مجال جديد جدا جدا جدا، مجال جديد علينا وعلى السيدات وعلى الحياة اللي احنا عايشينها. المجال ده مجال المحتوى. ايه هو المحتوى؟ ويعني ايه صناع المحتوى؟ وايه هي شركات المحتوى؟ وبنعمل ايه وليه؟ السيدة دي مش بس ان هي اشتغلت على المحتوى وسابت كل الشغل بتاعها هي والشركاء بتوعها، لا دي كمان وكمان اخت وابنة، وبتمارس كل مهامها الرئيسية بتاعتها والعائلية بتاعتها. خلونا نتعرف على رندا حبيب. رندا حبيب، ازيك يا رندا؟ ازيك يا طنط؟ بلاش صمت بقى هنا في حكايتها بودكاست، عشان ايه؟ اقول لك ازيك يا يا دكتوره؟ ميمي ازيك يا ميمي؟ انا مش هقول بقى رندا كمان تبقى ايه بالنسبه لي، بس يعني هي بنتي علشان برضو الامور تبقى واضحه وصريحه. رندا بصراحه الحكايه اللي انت دخلت فيها حكايه جديده، كانت جديده بالنسبه لي طبعا. احنا الناس القدام ما نعرفش يعني ايه صناعه محتوى، ويعني ايه سوشيال ميديا، ويعني ايه القصه دي كلها، وازاي القصه دي مكلفه بشكل رهيب، وقت ومجهود وفكر. وازاي قدرتي ان انت تعملي المجهود ده مع شركات كبيره موجوده في السوق، مش هنقول اساميها طبعا، ولكن شركات عالميه، وقدرت ان هي تشتغل معاكوا على مدار العشر سنين اللي فاتت. ادينا كده حتة عن حكايتك يا رندا في الاتجاه دون، عشان برضو الناس تبقى فاهمة مين رندا. ماشي. اولا يعني شكرا على الانترودكشن، كانت حلوه قوي. كنت حاسه ان انا عايزه اضحك شويه عشان حسيت ان انا ببص على نفسي من بره كده، اللي هو ايه ده بتعملي كل الحاجات دي ليه؟ بس يعني حلو. بس دي حقيقة، ايوه. دي حقيقة. احنا يعني كصناعه محتوى، او دخلت صناعه محتوى ازاي؟ انا من وانا في الجامعه كنت بشتغل. انا اصلا فنون جميله، ديكور سينما وكده، وكنت بنزل اشتغل بقى مسلسلات وحاجات، وكنت حاسه ان انا عاجبني قوي الاجواء دي، بس مش عاجبني ان انا ابقى في حاجه بتطول قوي. المده دي انت بتقعدي بالشهر والشهرين او كده بتصوري، وكانت صعبه. كنت عايزه حاجه انستنت. وبعد كده انا فاكره ان انا بدات اشوف شركات بتطلع تشتغل في السوشيال ميديا و... والحاجات اللي هي الاعلانات الصغيره. حسيت اوكي انا ممكن الاقي نفسي هنا، فبدات اشتغل بقى الاول. يعني اشتغلت بقى في ايجنسي، وبعد كده رحت اخر حاجه بقى كنت فيها قبل ما نخش بقى في بيس كيك، كنت انا في دانسو ايزو بار. واتعلمت كتير قوي. يعني حتى واحنا، انا عايزه اقولك ان احنا واحنا بنشتغل كان بيتقال لنا هو انتوا بتوع السوشيال ميديا، بتوع الاعلانات بقى، دول بقى الفطاحله بقى، ناس بقى اه بتعمل اعلانات وفي اسامي وكده. فانت بتوع الجروب بتوع السوشيال ميديا، انتوا اللي اقعدوا على جنب بقى كده، خدوا لكم كورنر كده وصوروا واعملوا. وما كانش حد شايف لقدام قد ايه ده هيبقى مهم قوي في يعني السنين اللي جايه دي. وكان مروان برضو بيشتغل شوية، كنت بشغله معايا، فكنت بجيبه بيخرج انت البروجكتس بتشتغلي مع بتاعتي. مروان اللي هو جوزك، اللي صح؟ هو اللي جوزي، هو جوزك اللي ايوه. انتوا عملتوا الشركة سوا من 10 سنين. كنت بشتغل معاه على بروجكتس الاول. يعني كنت مم. بجيبه يخرج لي حاجات جوه الشركة، وكنا بنشتغل مع بعض. كنت مثلا اجي ابص على حاجته انا وهو. الحاجة اللي بتربطنا قوي ان احنا الاتنين بنحب قوي الفن، مم. وبنحب قوي الافلام، وبنحب قوي نتكلم في الحاجات دي. فهو لما جه قال لي أنا خلاص انا تعبت من الشغل اللي هو 9 to 5 ده، وانا عايزه اعمل حاجه بتاعتي. وهبقى صريحه معاكي جدا، كنت قلقانه. يعني ما كلنا كنا كنتش قلقانين الحقيقة. ما كنتش ما مش يعني عارفه دايما الناس تقول لك انا كنت بدعم. لا انا هقول لك صراحه صراحه، لا انا كنت قلقانه لاني آم، مش سهل ان انتي تعملي النقله دي، وما كانش حد فاهم برضو. انا برضو باي ذا واي ما كنتش مستوعبه قوي في الاول هو عايز يعمل ايه. انت عايز مم. تعمل شركه وعايز تعمل
فيديوز ليوتيوب. بس في نفس الوقت احنا كان لسه يعني كان يوتيوب هنا في مصر بدأ يعني يشتغل وكده، بس انا مينلي كنت بشتغل على حاجات على فيسبوك وانستجرام وكده، وتويتر كان ساعتها برضو شغال. فكنت بحس ايه يا مروان انت ليه عايز تعمل كده؟ بس هو مروان هو شاطر وعنده شغف وبيفهم في حاجات كتير، وهيز وان مان شو، يعني بيعرف يعمل كل حاجة ما شاء الله يعني. فحسيت اوكي يلا نجرب، يعني ايه اقصى حاجة يعني ممكن تحصل؟ تمام، دي ما نفعتش هنرجع عادي بقى الشغل العادي اللي هو من 9 ل5 تمام. وكنت انا بشتغل، يعني انا كنت بشتغل في شغلي وهو بدأ الشركة وكده، وفي نفس الوقت بقى كنت حملت. فكان بقى الريسك اعلى، لانه انا في شيء جاي بقى في الطريق، عايز حب، عايز حنان، عايز مصاريف، عايز فكر، عايز كل ده. ومروان كان يعني هو كان مشغول بان هو عايز يبدأ الشركة، وبيدور على ناس معينة وناس بفكر معين. فكان هو صافي في الأول، هما اللي كانوا بيفكروا عايزين يعملوا ايه، وفي الجم قالوا طب احنا الاتنين كده مع بعض فنانين، مش هينفع، عايزين حد يحط لنا شوية نظام شوية بيزنس. جه كريمة مجامرة معاهم، ورامي برعي كان ساعتها برضو موجود. وبعدين انا كنت بشتغل مع رامي برعي فترة طويلة يعني، ورامي راح قال وانا ساعتها كنت خلاص على وشك ان انا اولد، او لا كنتش هولد، انا كنت رجعت من الماترنتي خلاص ورجعت الشغل، وكنت حاسه انه صعب قوي المجال ده مع بيبي، لاني ببقى عايزه اروح عشان هي تاكل، وعايزه اروح عشان اشوف هي بتعمل ايه، وبكلم ماما هي كلت هي شربت هي. والواحد اول ما بيبقى ما بيبقاش فاهم اي حاجه، يعني مفيش كتالوج معين بيقولك، وكل طفل مختلف قوي يعني. كل الاكسبيرينسز اصحابي عندي صحابي مثلا لا عيالهم بتحطيهم كده زي الفرخه الصغيره كده بتحطيها على جنب تنام. جميله ما كانتش كده، يعني جميله كانت عندها مشاكل في بطنها، ما بتنامش، بتعيط. فاحنا قاعدين بقى عاملين دوريه 24 ساعه بيني انا وماما وخالتي وهبه، مين هيقعد معاها كده. المهم يعني هما بدأوا وكده، وبدأ الموضوع يعني يبيك اب شوية. وجي رامي بوري قال له ايه يا مروان انت مش هتجيب رندا؟ انتوا محتاجين حد كلاينت، يعني حد يبقى بيتكلم مع كلاينتس وكده. مروان قال لي ايه ده، دي فكرة كويسة، بس هو كان في دماغه انه يعني انا عايزك انا عايزك انت كنت شاطرة في مجالك او شاطرة في الشركة، ايه اللي يخليكي تجامب وتيجي هنا؟ بس هي كل حاجة يعني تحسي ربنا كده كان عامل لنا خطة كده، كل حاجة كانت في وقتها it made sense. يعني انه انا اسيب الشغل ويبقى الشغل ده من البيت، فاقدر اقعد مع جميلة واقدر نبني شركة ونبقى احنا مع بعض برضو، انا ومروان طبعا بنشتغل هي في مش سهلة حاجة. خالص ان انت اصلا تسيبي الشغل لا انت وهو، تبقوا انتوا الاتنين في مركب واحدة اه وماشيين تأدفوا الى المجهول، فدي اه برضو عملية صعبة. كان ايه احساسك وقتها؟ لا كنت خايفة اكيد، مش يعني خايفة لاني زي ما قلت لك انتي بتعرفيش ايه اللي هيحصل، بس في نفس الوقت احنا يعني هو عشان الشركة بتعمل حاجتين، ففي الحتة اللي هي الكوميرشال او الحتة اللي هي بتاعة الكلاينتس اللي هي انا فيها، ومروان في الحتة اللي هي كانت قوي كرييتيف وبيطلعوا افكار للشوز وكده. فكان في جزء انا شايفة البيزنس هيمشي ازاي، فما عندي طمأنينة سنة. مش عارفة بقى الناحية التانية ده هيحصل في ايه، يعني ما عنديش لسه، مش عارفة هينجح مش هينجح. وكنا بنعمل سكتشات وبنعمل حاجات، ويبقى بقى حماس بقى اللي هو يلا ناخد بيتك وبيتي ونصور ايوه. ونعمل واجي مرة من المرات اخش الاقيهم قاعدين في الأوضة بيصوروا حاجة، وببقى هيجيلي انهيار عصبي طبعا يعني. بس بس في الاخر كنا كلنا I think اللي خلى الموضوع برضو يمشي ان احنا كلنا يعني كان عندنا فيجن واحدة. وكمان في النص بدأنا نشتغل مع أحمد يوسف، كان جاي من شركة، هو أصلا برضو كان كوربريت، فعجبته الفكرة فقرر انه يلا انا هاجي معاكو. فتحسي ان البازل اكتملت كده، الصورة اكتملت، كل واحد فينا عنده الحتة بتاعته شغال فيها، وكل واحد فينا عارف هو بيعمل ايه وعنده الاكسبيرينسز المختلفة، وخدنا كل ده وبدأنا بقى نطبقه بقى يعني في الكونتنت وفي صناعة المحتوى. طبعا القصة دي مش سهلة لان انتوا كلكم صحاب واتجمعتوا وكل امم واحد بقى ليه دور. اه والجميل ان انتوا استقبلتوا ادواركم بصدر رحب، كل واحد فهم دوره واشتغل عليه. مفيش حصل طبعا اكيد في الاول ممكن يكون حصل شوية توضيح للادوار والكلام ده كله، ولكن انا شايفة ان انتوا ما شاء الله قدرتوا ان انتوا توصلوا الى مكانة مختلفة. الناس مش فاهمة
ايه بالظبط اللي بيحصل؟ الناس طبعا شايفة يعني او الناس كلها اللي زي اللي هي مش مطلعة قوي كانت على السوشيال اه ميديا، انا عرفتها منكم اصلا. اه فاهمة ان الكلام دون يعني ايه صناعة محتوى، بتعملوا ايه وما هو المحتوى وانتوا بتقدموا ايه بالظبط وعايزين توصلوا لايه. فدي برضو نقطة في خلال ال10 سنين اللي فاتت اختلفت طبعا، زي من يوم ما جدا بدأتوا إلى النهاردة. جدا فالموضوع جدا. اختلف، فبرضو يا ريت نسلط شوية ضوء على القصة دي برضو للمعلومات. بصي، يعني احنا كالشركة نفسها احنا بنعمل حاجتين. بنعمل الصناعة الاوريجينال كونتنت بتاعنا، او زي صناعة محتوى، حاجات شوز لينا احنا، حاجات بتعبر عننا، عن قيمنا، عن حاجات احنا شايفينها relevant للي بيحصل في عايزين العالم. توصلوا بيها رسالة، مش شرط رسالة كمان، بس للانترتينمنت توضحوا يعني. بيها حاجة معينة، يعني زي ايه؟ اديني يعني مثلا مثلا احنا رومانسية منسية، مم. مش هي ما فيهاش رسالة سامية، بس هي رومانسية منسية. ساعتها في وقتها كانت كنا عايزين ان احنا بنشوف العلاقة بين الراجل والست، وازاي بنعمل ده بطريقة محترمة، او اه طريقة لائقة. فاحنا حاولنا ده، بس في نفس الوقت احنا بنحاول نقدم entertainment at the end of the day. اوكي. وبرضه هي صناعة يعني جوه مصر وبره مصر. هي اندستري كبيرة جدا، مم. وليها حاجات مختلفة. انت ممكن تخشي في طبيخ، وممكن تخشي في فاشن، وممكن تخشي في زي ما احنا كنا عاملين كده نكت، وممكن تخشي في العلاقات، وممكن تخش انتوا حاجة. بدأتوا ببرنامج وبعدين كبرتوا لكذا برنامج محتوى، ايه اه هي اللي بدأتوا بيه ووصلتوا لايه احنا النهاردة؟ بدأنا برومانسية، اللي هي كانت زي عن الحب والرومانسية وكده. وبعد كده اتنقلنا ل امسك نفسك، اللي هي كانت نكت وقلاشات وكده. وبعدين تحسي ان بقى حصل فجأة تطور كده كبير قوي. احنا كلنا فهمنا بقى احنا عايزين نوصل لفين، فهتلاقي ان الرومانسية اتطورت وبقت تتقدم. عندنا دلوقتي مرتبة الشرف، حاجة جديدة مثلا لسه نازلة الأيام دي. عندنا مافيوسو، اللي هي زي لعبة، كلها حاجات بتطلع من الانترنت، وايه الترندنج at the moment، والناس بتتكلم في ايه وكده. وفي كمان اللي فاكر. واللي فاكر فاكر اه برضو دي مستر معلومات. حازم، اه معلومات مم. وامتحانات وكده، وده برضو فورمات معروف يعني. مم. بس احنا دايما بناخد الحاجة وبنطورها للذوق والتيست المصري طبعا يعني. مم. مم. فاحنا ده الناحية الاوريجينال. والناحية عندنا طبعا اللي هي بقى البيزنس سايد، لا عندنا بقى الكلاينتس بتوعنا. فمن بتعملوا ايه للكلاينتس بقى في بتعملوا محتوى خاص بيهم محتوى ولا؟ خاص بيهم. احنا we manage their مثلا their social media pages. وغير كده بيبقى هي مش بس المانجنج، هي ان تطلعي استراتيجي، بتعملي ايه، البراند ده بيتكلم عن ايه، هيوصل لفين. ودي حاجة من الحاجات اللي خدت مثلا 6 سنين من حياتي، ان انا كنت قاعدة مع كلاينت واحد بنطور له البورتفوليو بتاعه، مم. وهو الماركتينج والسوشيال ميديا اكتيفيتيز بتاعته دي هنعمل ايه. وهي مش يعني، وده بقوله للناس، انا مش بناخد اي حاجه مسلم بيها. يعني هي مش بتيجي تقولي احنا هنعمل ده فاقول لها اه احنا هنعمل، لا. يعني كنت دايما بيؤرقني انه ايه الجديد، هنعمل ايه، هنوصل لايه، ايه اللي بعد مم. كده، واخلص البروجكت واخش في اللي بعده. الناس مش فاهمة برضو، خدي بالك ان دايما احنا واخدين على ان دايما الدعاية بتتم عن طريق لا الا التلفزيون، لا الا اه البيلبورد، لا الا اكتيفيتيز معينة، انما الدعاية عن طريق محتوى للبرودكت او للبوزيشننج بتاع الكلاينت جوه السوشيال ميديا. دي برضو نقطة جديدة على عشان خلاص الناس ما بقاش سهل انه يعني مش سهل قوي نضحك عليهم بالتلفزيون او بالراديو او بالحاجات دي. الناس عايزة تشوف حاجة اقدر انا اشوف نفسي فيها، مم. يعني اقدر ريليت ليها، حاجة اقدر اقول اه ايه ده، انا كمان كنت بفكر الفكرة دي، او انا كمان كنت عايزة اعمل كده، او انا كمان هي دي بقى بالنسبة، يعني هي دي الماركتينج مثلا. واحنا بنتكلم من ناحية بقولك البيزنس، هي دي اه. بس الناحية التانية هي mostly entertainment يعني. طب رندا، انتي في الرحلة دي في خلال ال10 سنين اللي فاتوا ما كانوش سهلين، وانتي كست وام وزوجة، في المحطات دي ايه الحاجات اللي عدت عليكي وحسيتي ان لا انا مش قادرة ومش عايزة اكمل؟ وبعدين ايه اللي خلاكي تواصلي وتكملي وتاخدي الدفعة القوية والحمد لله تنجحوا النجاح ده؟
يعني اعتقد الحاجة اللي ما كانتش سهلة ان انتي توازني بين كل الادوار، لانك بتلعبي ادوار كتيرة قوي. يعني انا ام واخت وزوجة ومرات ابن و... وبنت، وكل واحد عنده يعني كل دايرة عنده متطلباته. وانا حواليا نماذج كتيرة قوي زيك وزي مامتي وزي خالتي بيعملوا كل حاجة يعني. وانتوا متربين، انتوا جيل متربي على انه لا احنا في كده بيكتشر كده معينة، احنا بيرفكت يعني، كل حاجة نظيفة وغير بيرفكت وكده. فصعب ان انت تبقي شايفة كل دول وتحسي انه انا لازم اليف اب لده. يعني ما ينفعش اخذل الناس دي وما ينفعش اخذل نفسي، لان خلاص هو ده اللي بس انا كان في المشاعر جوه، ايه اللحظات اللي انت حسيتي؟ ما انا بقى اللحظات انه طبعا الموازنة، بس غير الموازنة آه الشغل مع يعني جوزي ده مش حاجة أو مش سهل، لان كمان هو كرييتيف وانا الناحية التانية انا اللي ماسكة الكلاينت. فدايما ودايما ده العادي يعني في والزبون اي على حق طبعا، ولازم اه والكرييتيف بيبل بيبقوا عايزين يفتكسوا حاجات وعندهم مختلفة. ايوه، وعندهم روتينهم وعندهم طريقتهم يطلعوا اه. الافكار، وتبقي بتشدي في شعرك، كنت ببقى بقى هتجنن طبعا. وعادي انه بنجري ورا بعض في البيت بقى، وايه بدي ابعت لي الحاجه وهو يقول لي حاضر، ونقعد نعمل كده، ودي مش فكرتي وهات فكرتك. دي صعبه لانه زي ما قلت لك هي فيها شد وجذب كتير، فلازم تفصلي، ولو ما بتعرفيش تفصلي بتبداي تتهلكي يعني. يعني بتلعبي انهي دور؟ انت اه بتلعبي انهي دور في البيت؟ ما هي دي بالظبط. نقطة برضو. بالظبط دي حاجة. وبرضو كنت بحس ان انا لاني انا شخص دايما بيدور على اللي بعده. يعني مش لسه مكتشفة ان انا مش بعرف اسالبريت. يعني دلوقتي خلاص خلصت بروجكت ومفروض اسالبريت، لا انا اللي بعده فمفيش اللي بعده. انت مش يعني اقفي استني شوية، اقفي شويه. دي اقفي. بوينتس كنت بحس ان انا بقع لاني بحس انه انا ماشيه 100 كيلومترز واللي حواليا ماشيين على 20 مثلا. لا طب لا، انا عايزه الناس كلها تمشي، وده غلط. يعني المفروض ان الاكسبكتيشنز تبقى طبعا اقل شويه. فدي حاجه كانت بتخليني ابقى حاسه ان انا لا، انا مش هعرف اكمل بالطريقه دي. ما وبرضه بتتكلميش عن نجاحات، يعني انت خدتي جوائز. ايه انا الجوائز اللي خدتيها وما اتكلمتيش عليها ومش حطاها اصلا كمان على السوشيال ميديا؟ مش حطاها لا حطاها، بس بقى زي ما قلت لك عشان انا دايما بدور على اللي بعده. اللي بعده. طبعا. كلمينا على الجوائز بتاعتك. يعني كنت شورت ليستد انا قبل ما اخش بيس كيك كنت اوريدي جايه اصلا بجايزتين لفريسك من حاجه، يعني مش هقول بقى البراند. مينا كريستال ودبي لينكس. وبعد كده كسبنا في كنت شورت ليستد في الافيس، وكسبنا كسبت تيك توك اوورد، وكسبنا في الاي اي ايز كلنا كشركاء كبزنس. فدي كانت يعني دي حاجات كبيره. بس انا دايما انت دايما تايهه كده. بس دي مهمة قوي ان انت تبقي عارفاها، لان دي محطات مهمة في حياتك. اه وصلت لها ازاي؟ ايه النقطة اللي وصلت لها؟ وانا عارفة ان انت عندك برضو تم اختيارك من ضمن اللجنة المحكمة في الافيز الجايه في ان شاء الافيس الله الجاي، فدي برضو 2025 انا نقطة مهمة واحمد جدا. يوسف. ادينا فكرة كده عن المؤتمر ده. المفروض ان احنا الافيز دي جوائز على مستوى المينا ريجن ل ماركتنج كامبينز. يعني المفروض ان انا واحمد يوسف هنسافر ونبدا بقى نبقى في لجنه التحكيم. الناس بتقدم بقى شغلها اللي عملتها في مواعيد معينه او في certain period of time، ونبدا بقى ناخد في بقى الاول التحكيم وبعد كده الجوائز بقى ان شاء الله في نوفمبر. فنشوف احنا اصلا مقدمين شغل، فنشوف بقى الدنيا هتبقى عامله ازاي يعني ان بس شاء انت الله مش خير. هتحكمي لنفسك؟ لا 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 طبعا. مش هتحكمي على الشغل بتاعك. لا 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 خالص لا. بس دي حاجة كويسة جدا وحاجة مشرفة جدا ان هو في السن دون وتبقي يتم اختيارك ان انت تبقي في لجنة التحكيم. دي حاجة كويسة، سبيشالي ان انتوا كمان شركة صناعة محتوى وداخلين في هي المسابقة، حاجة كويسة. بس فدي انا قلت لك انا لسه مش بكتشف ازاي يعني اقف واقول ايه ده حلو ده. ودي حاجة جاية من بابا. يعني بابا كان دايما يقول لي لو انت بدأتي تسقفي نفسك يبقى انت مش فاهمة حاجة وملكيش لا يعني حمارة مش من الاخر. وبابا كان لا لا دايما هو يقول لي محدش يسقف لنفسه. وايه يعني ايه اللي بعده؟ يعني ما تقعديش تبصي انا برافو عليا، لو كده مش هتوصلي، يعني مش لا هو هتوصلي مهم لحاجة. قوي ان انت تقولي برافو، بس مهم ان انت تشوفي الخطوة اللي بعدها. اه لان البرافو دي انت وصلتي بالظبط. لنقطة معينة، دي نقطة كويسة جدا. وصلت لها ازاي؟ ايه إيه اللي حصل عشان نقدر ننط على النقطة اللي بعدها ويبقى برافو برضو. لان
طبعا اللي بيقولوا باباكي مهم قوي ان انت ما تحسيش بان انت خلاص عملتي، ان هو دايما دايما انت محسسني لازم تبقي بكده. عايز تعملي اكتر، اه بس لازم هو الدعم بصراحة مهم. يعني عشان بابايا ومامتي مش من النوع اللي هم مش احنا مش بنقعد نسقف، يعني احنا حلوة، هتعملي ايه تاني، وصلتي، يعني مفيش اللي هو مش بنقعد نهلل على كل حاجات عشان المهمة. بنخاف لو قعدنا نهلل مش هنعمل بالظبط، اللي بعده، خلاص بالظبط، هنكتفي بهذا بالظبط. القدر. لا فهي دي حاجة، وهما دايما يعني تحسي ماما قاعدة هنا وبابا قاعدة هنا، ففي اصوات كده اللي هو بتعملي ايه، ها ايوه. كده لا دي حاجه كويسه طبعا، لان ده كان النقطه الثانيه اللي هتكلم عليها، لان دايما ورا كل النجاحات بيبقى فيه الداعمين، والداعمين دي نقطه مهمه جدا في حياتنا، سواء كان الاب، الام، الاخت، الزوج، البنت. الحاجات دي مهمه قوي. انت ازاي بتاخدي دعمك من المحيطين، وازاي قدروا هم يساعدوكي في المسيره بتاعتك دي؟ يعني من وانا يعني انا كنت في الشغل طبعا، كانت دايما ماما هي اللي يعني بتزق ان انا ابقى بشتغل في الصيف، ودايما كنت قاعده اقول لها انتي ليه عايزين اشتغل في الصيف بقى، والناس كلها مأجزه، ما كانش فيه الفكر ده قوي يعني. يعني فانا بقت لما بدات اشتغل من وانا مثلا عندي 13 سنه، بشتغل في الصيف، بشتغل بقى بيبي سيتنج، ببيع حاجات، بنعمل حاجات، بروح انزل اشتغل في نيرسري. وبعد كده لما بدات اشتغل وجبت جميل، يعني اول ما خلفت جميله، لا قعدنا عملنا خطه، وبقت ماما وخالتي وهبه. وبعدين اعتقد لما انتي كنتي سافرتي ورجعتي، بقينا بنعمل خطه انا وانتي احنا هنعمل ايه، فكان في سبورت هنا. آم، بابا بقى كان mostly support بتاعه يعني ان انا اروح اتكلم معاه، يعني انا في اي وقت ممكن اروح اقول له بابا انا حصل كذا، وده الخطة بتاعتي، انت رايك ايه؟ يعني بابا شاطر قوي في ان هو يقول لي انت ماشيه صح، مش ماشيه صح كده، وهو يعني هو صريح، مش هيقول لي مش هيقعد يقول لي مثلا لا لا خلاص، ما هو ممكن ساعات طبعا عشان انا التوته الصغنونه، بس مش قوي يعني. هيقول لي صراحه ده صح ده غلط. اختي طبعا بنقعد يعني الانهيارات بيبقى هبه، يعني خلاص لو انا في اه. وضع انهيار ممكن انهار قدام هبه، وهي بتبدأ يعني هي تقدر تشوفني في ده. و جميلة طبعا، جميلة بتقولي يعني بتفاجئني بكلام انا مبقاش واخدة بالي يعني. اه. ممكن ابقى عملت لها حاجة صغيرة قوي، فتيجي تقولي كلمة، فاحس ان ده ايه ده، طب كويس يعني انتي واخدة بالك انه ايوه. في حد بيعمل حاجة او حد بيعمل لك حاجة. لسه هي صغيرة قوي على ان هي، بس بتكلم معاها في كل حاجة، يعني بتكلم معاها لو عندي مشكلة في الشغل، بتكلم معاها لو انا متضايقة، بتكلم معاها لو انا حاسة ان انا الفيوز بتاعي يعني لا بصي انا مش قادرة عشان حصل كذا كذا كذا، اديني شوية وهنتكلم مثلا. فبحاول اشرح لها عشان هي كمان لما تكبر تبقى حاسة ان هي بتعرف تعبر. فكل الناس دي طبعا يعني بتديني سبورت. شايفة يا رندا، الجيل بتاعكو بيجري بسرعة. اه ايه ايه النصيحة اللي ممكن تديها للبنات والسيدات اللي من جيلكو يعملوا ايه؟ يعملوا ايه؟ يعني انا شايفة ان لازم الواحد يبقى مش بيسقف لنفسه، بس يدي نفسه فرصة ان هو ينبسط بالحاجة اللي هو بيعملها. وغير ان هو ينبسط بالحاجة اللي هو يعملها، مش عيب ان انتي تطلبي مساعدة، لان دي حاجة صعبة برضو عليا جدا ان انا اطلب مساعدة، لاني بحس ان انا محتاجة اشيل كل حاجة لوحدي، محتاجة اشيل دور الام، محتاجة اشيل دور الام، البنت والاخت كله يعني لازم. مش عيب ان انتي تبقي بتطلبي مساعدة، واعملي خطة، يعني ان الواحد يعمل خطة، دي حاجة مهمة قوي. هتبقي عارفة إيه انا هوصل لفين وهروح فين وهعمل ايه. ومش شرط ان الخطة تنجح، بس على الاقل ان الواحد يبقى بيحاول، يعني ما يبقاش ان انا قاعدة مستنية ان الحاجة هتنزلي من السماء، او لا، لازم اسعى واجرب وعادي انا هجرب وهقع وهجرب تاني كده، يعني انا شايفة ان ده something. طبعا دي حتى مهمة مش سهلة، يعني الكلام حلو فيها، ولكن طبعا علشان نوصل للقصة دي عايزة مجهود وعايزة تعب وعايزة ديديكيشن رهيب. انت شايفة نفسك، لو هنقول اخر حاجة النهاردة، انت شايفة عايز توصلي لايه في الفترة اللي جاية؟ يعني فات 10 سنين، المحطات الجاية نفسك في ايه؟
محطات الجاية في الشغل، صراحة لسه مش عارفة، يعني مش انا شايفة ان انا عايزة ابقى بكبر. طب عايزين ابقى بكبر في الشركة، عايزة ان انا ببقى بعمل activities كتيرة، يعني في حاجات كتيرة حاسة ان انا لسه ما جربتهاش. بس كحياة بقى، يعني عايزة، حاسة ان انا محتاجة اركز شوية على حياتي انا، لان بحطها on hold a lot، يعني بحطها على جنب كده. عايزة ابقى موجودة في حياة بنتي قوي قوي، عايزة ابقى مركزة معاها، عايزاها تكبر تبقى بني ادمة كويسة، عايزاها تحس ان هي supported. السنين الجاية كمان مش سنين سهلة، لان هي داخلة، هي 9، فهي داخلة بقى في الحتة بتاعت البري تينز، محتاجة يبقى حد معاها قوي. فهو ده اللي انا نفسي اعمله في الفترة الجاية صراحة يعني. وبس. بصراحة احنا اتسعدنا بيكي جدا النهاردة. شرفتينا. عرفتينا يعني ايه صناعة محتوى هادف وليه معنى. ازاي قدرتي تعملي الانتربرينوريو شيب، او قدرتوا ازاي توصلوا لان انتوا بقى عندكم شركتكم الحمد لله واقفة، وفي نفس الوقت جميلة الجميلة طبعا منطلقة معاكم في الأحداث، وأنا عارفة إنها هتعمل فيلم هي كمان، فيعني ايوه. ربنا يوفقها. بس بجد يعني احنا مبسوطين بيكي جدا وشرفتينا النهارده، وانت عارفه انت في قلبي ازاي، بس يعني مش هنقول دي على الكاميرا بس. good luck يا ميمي في لا لا، البودكاست، ثانك هيبقى يو فيري هايل. ماتش، وشرفتيني النهارده جدا، وجود لك ليكوا ان شاء الله في بيس كيك، شكرا. متشكرين ليكوا، وان شاء الله في حلقات قادمه من حكايتها بودكاست وانا الحكايه. طب جميلة، انت النهاردة بعد ما سمعتي الحلقة بتاعت رندا والشغل اللي عملته والحاجات اللي عدت بيها في الجيرني بتاعتها كلها، انت عايزة تبقي ايه؟ عايزة تعملي ايه؟ امم انا برضو عايزه اعمل content creation زي مامي بتعمل، بس غير يعني عندي تيم كلها وهم كلهم بيروحوا على الكاميرا. انا اللي هعمل كل حاجه. انت behind the scene. انا اللي behind the scenes و front of the scenes. طب هايل هايل. بس هي مش هتكون يعني يعني كل يعني ناس، يعني مش ناس بيوروه، يعني انيميشن. انت عايز تخش عليها من حتة تانية خالص بقى. حاجه ثانيه خالص، مش من الفيلمينج بارت ولكن من الانيميشن بارت. وانت عارفة الانيميشن قدرتي تتعلميها شوية؟ ايه عملتي ايه؟ يعني عملت يعني كورس؟ عملت كورسز. وعملتي حاجات بنفسك عملتيها. طب حلو. انت عايز تبقي زي مامي بابي بقى كمان، كرييشن كمان، صح؟ طيب ونفسك في ايه تعمليه الفترة الجاية؟ عايز تعلمي ايه الفترة الجاية؟ الفترة الجاية لسه مش عارفة. عايز تعلمي حاجة معينة بعد الانيميشن؟ ممكن دايركتنج، صح؟ عايزة تعملي ايه؟ انا خلاص بعمل دايركشن عشان انا نفسي بعمل فيلم مع انا واصحابي. والله فيلم ايه؟ احكي لنا عليه. انا نفسي انا مش عارفة كويس منه عشان احنا يعني لسه بدأنا لسه في الاول. لسه يعني بنشوف مين هيدخل. لسه هتعملوه بقى. لسه بتكتبوا بقى. صح؟ اوكي. انت واصحابك. جود لك يا جميلة، وانا مبسوطة جدا ان انت كنتي معانا النهاردة وجيتي اتفرجتي على البودكاست، وان شاء الله يبقى ليكي حلقة لوحدك حكايتها بودكاست مع الفيلم بتاعك ان شاء الله.